وصفة طبيعية هتخلي كل اللي يشوفك يسألك بتحطي ايه على رموشك. الوصفة دي بتفيد الرموش وتكثيف الحواجب. الناس اللي حواجبها ضعيفة جدا وخفيفة وبتقع ومش كثيفة نهائي، عايزة تكون الحواجب والرموش كثيفة وتكون مفيهاش اي فراغات تماما، عليكي وعلى الوصفة الرهيبة دي. الناس اللي دايما رموشها خفيفة وبتقع وكمان رموشها صغيرة جدا بسبب تكرار استخدام المسكرة الكتير ليها، النهارده هقولك على طريقة طبيعية وآمنة وهتشوفي كثافة وطول الرموش والحواجب رهيبة. وخلي بالكوا الوصفة دي كمان بتنفع للشعر، وتملى كمان أي فراغات موجودة عندك في شعرك. الوصفة دي يا بنات من تاني مرة استعمال هتشوفي نتيجة ممتازة جدا منها، وصفة ولا أروع، وصفة قوية جدا ونتيجتها خطيرة. يلا يا حلوين، قبل ما نبدأ لايك للفيديو واشتراك في القناة. يلا بينا على أول مكون. اول مكون معانا النوى بتاع التمر يا بنات. ده نوى، عارفين النوى اللي بيبقى موجود جوه التمر؟ النوى ده من المكونات الطبيعيه اللي بتعزز نمو الشعر، مليانه فيتامينات ومعادن بتقوي البصيله بتاعه الشعر وتخليها قويه جدا وبتطول بطريقه سريعه. عملنا ايه؟ جبت النوى اللي هو بتاع التمر ده وبدات حطيته على النار يتشوح لحد ما يكون لونه اسود بالشكل ده، من غير اي زيت ومن غير اي حاجه، لحد ما يغمق بالشكل ده. بعد ما بنوصل للدرجة دي بقى هنبدأ نحطه مع باقي المكونات ونشوف ازاي هنبدأ نستخدمه. تاني مكون معانا القرنفل. القرنفل فيه مركبات طبيعية بتحفز الدورة الدموية عندنا في الأماكن اللي ما فيهاش شعر، وبتعزز نمو الشعر وبتطوله بطريقة سريعة جدا، بسريع جدا في تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بطريقة رهيبة. هبدأ اخد معلقة صغيرة من القرنفل ونحطها على نوى التمر. هنضيف المكون التالت اللي معانا، هنستخدم كمان حبة البركة، فيها مضادات أكسدة بتحفز نمو البصيلة وكمان بتمنع التساقط وبتدي لمعان وقوة للشعر رهيبة جدا. هنا هنبدأ نعمل ايه؟ هبدأ اجيب معلقة صغيرة من حبة البركة وابدأ اضيفها على باقي المكونات. اول حاجة هنبدأ نعملها، هناخد المكونات دي وابدأ احطها في الهون بتاعنا اللي احنا بندق فيه التوم، وابدأ اكسر الحاجات دي كويس جدا، وبالذات نوى التمر علشان بيكون صعب ان احنا نضربه في الكبة. بعد ما بطحنه شوية باخده على الكبة واطحنه لحد ما يكون بودرة بالشكل ده. دي تركية مهمة جدا لازم تعملوها علشان تكون الوصفة بودرة بالشكل ده. بعد ما بنوصل ان الوصفة تكون بودرة بالشكل ده، هبدأ اخد من البودرة دي معيار معلقة، ونقدر نحتفظ بباقي البودرة دي ان احنا نستخدمها مرة تانية. هنبدأ بقى نعمل ايه في البودرة دي؟ هبدأ اضيف عليها مكون خطير جدا وهو زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو هيبدأ يقوي معانا البصيلة بتاعة الشعر وهيدينا لمعان للشعر حلو جدا، وكمان هيبدأ مع الوصفة يكثف ويطول شعرنا. لازم نستخدم زيت لوز الحلو علشان هو الزيت الوحيد اللي ينفع لجميع انواع الشعر، وكمان ممكن ناس ينفع معاهم زيت الزيتون بس يفضل نستخدم زيت اللوز الحلو. هاخد انا من الزيت نص الازازة، وبعد ما بقلب كويس جدا واخليهم اختلطوا تماما هبدأ اضيف نص الازازة التانية. تمام. بعد ما الزيت بيكون جاهز بالشكل ده، هنا هنعمل تركاية مهمة ولازم نعملها يا بنات، عشان انتوا ما عندكمش طولة بال ان انتوا تسيبوا الوصفة دي في مكان معتم لمدة 3-4 اسابيع. فالتركاية دي لازم نعملها ومهمة جدا. بعد ما الزيت بيوصل بالشكل اللي انتوا شايفينه وتلاقوا ان المكونات اندمجت تماما مع بعضها، هبدأ اعمل حمام مائي. بيتعمل الحمام المائي ده ازاي؟ ببدأ اجيب بولة او اي حاجة، اجيب قماشة من القطن وهنبدأ نحطها وهنضيف عليها مية مغلية جدا. تمام. بعد ما بنحط المية المغلية بالشكل ده، هبدأ بقى اجيب البولة دي واحطها جوه المية دي، ونبدأ ناخدهم على النار، على نار هادية لمدة 5 دقايق لحد ما تلاقوا ان الزيت لونه اسود خالص. هنا كل المكونات نزلت كل الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيها جوه الزيت. مش هصفي الزيت النهاردة، ان شاء الله بكرة ابدأ اصفيه واحطه جوه ازازة علشان نقدر نستخدمه. تعالوا بقى نشوف طريقة استخدام الوصفة. اول حاجة يا بنات، هنبدأ نصفي الزيت تاني يوم يكون الخلاصة كلها نزلت جوه الزيت. هنصفيه بمصفى ويفضل بقطعة من الشاش علشان اتأكد تماما ان مفيش اي بودرة نازلة معايا في الزيت. هنيجي نستخدمه ازاي؟ هبدأ احطه جوه علبة مسكرة، وهبدأ اخد بفرشة المسكرة وامسحها كويس، وهبدأ احط على الرموش وعلى الحواجب وعلى اي منطقة فيها فراغات او عايزة تكثفي فيها الشعر، وهنسيبها لمدة ساعة، وبعد كده هنبدأ نستخدمها وهنغسلها بمية فترة. هنستخدمها 4 مرات في الاسبوع وشوفوا النتيجة هتكون خطيرة ازاي. لو عجبتكم الوصفة
لايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة لو اول مرة تشوفوني، ويا ريت ما تنسوش تعليقاتكم اللي بجد بتفرحني جدا، ومع السلامة.